أكبر كدبة بتبيعها لك السوشيال ميديا إن كل الناس عايشة حياة أحسن منك. كل يوم تفتح السوشيال ميديا تشوف واحد اتجوز، واحد سافر، واحدة اتخطبت، واحد اشترى عربية، واحد فتح مشروع، ومن غير ما تحس تبدأ تسأل نفسك أنا متأخر ليه؟ لكن في حقيقة خطيرة غايبة عننا. احنا بنقارن حياتنا بأحسن 30 ثانية في حياة كل شخص. انت شايف صورته بس مش شايف ديوله، شايف ابتسامته بس مش شايف الحاجة اللي بتخليه يعيط كل يوم بالليل، شايف الفرح بس مش شايف القلق، شايف النجاح بس مش شايف عدد المرات اللي فشل فيها وقد ايه هو حاول وتعب عشان يوصل للنجاح ده. فتحس ان كل الناس ماشية الا انت. لكن الحقيقة كل واحد فينا متأخر في حاجة ومتقدم في حاجة تانية. والمشكلة إن الخوف من إن الحياة تفوتك بيخليك تضيع الحياة اللي في إيدك، وده اللي علم النفس بيسميه فومو Fear of Missing Out. حتى في العلاقات تقعد تقارن شريك حياتك بناس تانيين بتشوفهم على الانستجرام، وتقارن جوازك بفيديو مدته دقيقة، وتنسى إنك ما تعرفش اللي بيحصل بعد ما الكاميرا دي بتتقفل. وربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع، رزقه واسع، فرصه واسعة، وكرم واسع. والرزق مش فلوس بس، الرزق عمر، صحة، سكينة، أشخاص طيبين يكونوا جنبك في حياتك. مفيش فرصة مكتوبة ليك هتروح لغيرك، ومفيش رزق ربنا كتبه لك حد تاني هياخده منك مهما حصل. فبدل ما تعيش حياتك بتجري ورا حياة الناس التانيين، ارجع عيش حياتك. لأن أخطر نوع من الفومو إنك تضيع عمرك وإنت مشغول بعمر غيرك. واللي قالك الفرصة اللي بتروح ما بترجعش، الكلام ده مش حقيقي. لأن ربنا الواسع هيجيب لك فرصة غيرها وفرصة غيرها ومليون ألف فرصة غيرها. انت بس ركز في ورقتك واعمل اللي عليك وسيبها على ربنا.